انتقل إلى جوار ربه المفكر الإسلامي العلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي عن عمر ناهز 78 عاما، وذلك بعد معاناته مع المرض لأعوام، وسيشيع الفقيد إلى مثواه الأخير في مدينة سيهات بمحافظة القطيف بالسعودية. توفي اليوم آية الله العلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي المفكر الإسلامي والشخصية البارزة وعضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت، وذلك بعد معاناة مع المرض لعدة أعوام. وأعلنت عائلة الفقيد أن مراسم التشييع ستجرى غدا الثلاثاء في مدينة سيهات بمحافظة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية. وكان العلامة الفضلي قد أدخل قبل يومين إلى المستشفى بعد تعرضه لعارض صحي. وولد العلامة الفضلي في ليلة 10 من رمضان عام 1935 بقرية صبخة العرب، إحدى القرى القريبة من البصرة بالعراق، حيث كانت تسكن العائلة بعد رحيلها من الإحساء بالسعودية. ونشأ الفقيد في البصرة نشأة علمية دينية عالية، وجمع بين الدراسات الحوزوية والأكاديمية برعاية والده آية الله الميرزا محسن الفضلي. ودرس الفقيد في النجف الأشرف علم الأصول على أيدي أبرز أساتذة الحوزة، ومن بينهم آية الله السيد أبو القاسم الخوئي، وآية الله السيد محمد تقي الحكيم، وآية الله السيد محمد باقر الصدر. كما درس الفقه على يد آية الله السيد محسن الحكيم وآية الله السيد محمد باقر الصدر. وقادر النجف الأشرف مطلع السبعينيات للعمل أستاذا لمادتي النحو والصرف بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وابتعث بعدها لجامعة القاهرة التي تخرج منها عام 76 بدرجة الدكتوراه في اللغة العربية في النحو والصرف والعروض. وينظر للشيخ الفضلي باعتباره ثقة المفكر الإسلامي الكبير الشهيد محمد باقر الصدر. وقد أشار الشهيد في بعض رسائله للشيخ الفضلي بأنه من مفاخر الحوزة العلمية بالنجف، وللراحل سلسلة من الكتابات والبحوث والدراسات العميقة في مجالات الفقه والأصول واللغة والأخلاق، وله من الكتب المطبوعة ما يربو على 66 كتابا. وزار الإمام السيد علي الخامنئي آية الله الفضلي خلال فترة علاجه قبل أكثر من عام عندما كان في إيران.